الحكومة المغربية تخصص 10 مليارات درهم للتصدي لنقص الأمطار. في حدث مهم، ترأس رئيس الحكومة المغربية حفل توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة والمهنيين في القطاع الفلاحي بهدف مواجهة تحدي نقص الأمطار وتأثيره على الوضع العالمي والنشاط الزراعي. تم تخصيص مبلغ قيمته 10 مليارات درهم لتنفيذ برنامج شامل. يتضمن هذا البرنامج 3 محاور رئيسية: حماية رأس المال الحيواني، وحماية رأس المال النباتي، ودعم القطاعات، وتعزيز القدرات التمويلية لبنك كريدي أجريكول. سيتم تخصيص 5 مليارات درهم لحماية رأس المال الحيواني من خلال دعم موارد العلف المستوردة المخصصة للماشية والدواجن. بمبلغ 4 مليارات درهم ستخصص لحماية رأس المال النباتي ودعم القطاعات، وذلك من خلال دعم أسعار المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة، بهدف تخفيض تكاليف إنتاج مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص مبلغ قيمته 1 مليار درهم لتعزيز القدرات المالية لبنك كريدي أجريكول لدعم المزارعين في مجالاتهم المختلفة. وسيتم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير البذور والنباتات المنتجة للطماطم بتكلفة 1 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم استخدام بذور البطاطس المعتمدة بمبلغ 580 مليون درهم. كما سيتم تخصيص 120 مليون درهم لتقليل تكلفة إنتاج البصل من خلال دعم حصول المزارعين على البذور المناسبة، ومبلغ 2.3 مليون درهم لدعم الأسمدة التي شهدت زيادة في أسعارها. أكد رئيس الحكومة المغربية التزام الحكومة بدعم المزارعين والمربين لتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها والمساهمة في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار بعض المنتجات المتأثرة بارتفاع تكاليف لما دخلت، وبخاصة البذور والأسمدة في ظل التحول العالمي الحالي.